بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة جديدة. تعالوا كده نعمل مع بعض ناجتس الغلابة. هنعمله بصدر فرخة واحدة بس كده، ومع مكون بسيط كده هنضاعف الكمية وهنعمل كمية كبيرة ما شاء الله. بدل ما تروحي تشتريه بفلوس كتير، هنعمل ايه؟ حاجة اقتصادية كده من البيت، وايه وحاجة للعيال، بدل ما تروحي تشتريها زي ما قلنا بفلوس كتير. بنسمي الله ونصلي على رسول الله. واقول لك كده، لو اول مره تشوفي قناتي فضلا وليس امرا، اعمل لايك واشتراك وفعلي مع زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. زي ما انتم شايفين كده معايا صدر فرخه. وطبعا صدر الفرخه بتاعك لو الكبه بتاعتك يعني ايه مش بتفرم قوي، يفضل ان انتوا تحطيه في الفريزر شويه علشان ايه يتجمد شويه كده. الحاجه لما بتكون متجمده شويه بيبقى سهل انها فرماه وتنعميها في الكبه بتاعتك. الكبه بتاعتي حلوه قوي ما شاء الله، يعني بتفرم يعني الحاجه كويسه وشغاله معايا وكده. الكبه ديت والخلاط والحاجات اللي زي دي يا جماعه بتبقى ايه ايد ورجل الواحده الست كده، بتبقى من غيرها يعني مبتعرفش تعمل حاجه، بتسلكش في حاجه. زي ما انتم شايفين اللي حطيتها في الكبه كده وفرمتها اهو. لو لسه ما نعمتش معاكي، بترجعي توقفي عليها وتشغليها مره تانية. هي نعمت معايا ما شاء الله، وادتني النتيجه اللي انا عايزاها. المكون بقى البسيط اللي احنا هنضاعف بيه الكميه زي ما انتم شايفين كده، البطاطس يا جماعه. بصدر فرخه واحده بس كده مع نص كيلو من البطاطس، بتقشريها وتسلقيها، وطبعا تكون مصفياها كويس قوي من الميه. لازم تكون متصفيه من الميه يا جماعه علشان العجينه بتاعتك تطلع كده متماسكه، تعرفي تتعاملي معاها. وحطيتها برضو كده، حطيت البطاطس بعد ما سلقتها وقشرتها وصفيتها من الميه كويس قوي، حطيتها خدت ضربه كده مع مع الفراخ في الكبه. طبعا انتوا ممكن ما تعملوش الخطوه دي. وبعد ما فرمت الفراخ، بتطلعها كده في بوله او في اي وعاء موجوده عندك. والبطاطس تقدري تهرسيها كده بهراسه او او بمعلقه او باي حاجه. مش لازم تعملي الخطوه اللي انا حطاها في الكبه ده، عشان ما تطلعلكيش كده نتيجه كده زي زي البيوريه اللي انت شايفاها دي. بس هي الخطوه دي كانت حلوه جدا، كانت منعماها وكانت عطياني نتيجه كويس. عملت جزء من البطاطس كده مع الفراخ، مع الفرخه، صدر الفرخه في الكبه، ورجعت حطيت بقيه البطاطس التانية برضو في في الكبه، وفرمتها لحد ما نعمتها. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو فضلا وليس امرا، اعمل لايك واشتراك وفعل مع زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. حطيت البطاطس بتاعته عشان ما كانش البطاطس كتيره، فتلاقي الكبه يعني ما كانتش عايزه. الكبه ديت عايزه عايزه تنعملك الحاجه كويس قوي، تحط فيها كميه كبيره مش زي الكبات التانية كده. تحطي حبه بحبه صغيرين عشان تنعم معاكي. لا، الكميه الكبيره بتجيب معاها نتيجه كويسه قوي. اما الحبه الصغيرين بيبقوا تايهين كده في ارضيه الكبه وفي ارضيه الكبه ما بيعملوش معاها. دي الخليط بتاع الفراخ والبطاطس بتاعتي. عايزه اقول لك بقى انا ضفت هنا بيضه. البيضه بتاعتي كانت كبيره شويه، وحطيت كمان 4 معالق من الدقيق اللي هو الطحين بتاع المخبوزات بتاعتنا اللي احنا عارفينه. وحطيت كمان البهارات بتاعتي، كمون وكزبره ناشفه وفلفل اسمر وشويه كده من بهارات الفراخ. وكان عندي كيس كده من المرقه اللي هي المرقه الفوريه، اللي هي المرقه البودره. حلوه قوي المرقه دي، جميله جدا يا جماعه. وحطيت كمان كده معلقتين من البقسماط وشويه من الملح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. العجينه بتاعتي دي انا هعملها في الصاج يا جماعه. لو انت عايزه تكوريها بايديكي كده او تشكليها بايديكي، ممكن تستغني عن عن الخطوه بتاعه البيضه دي. بس خطوه البيضه دي بتبقى كويسه كده، حاجه زي مكمل غذائي كده، بتديكي برضه نتيجه كويسه. بقلب بقى كل المكونات كده ببعضها وبايدك بقى وبالمعلقه، شغلي نفسك كده لحد ما تمزجي كل الخليط كله مع بعضه. بنصلي على رسول الله كده ونعطر لساننا كده بذكر الله، عشان طبعا ذكر الله بيخلي الحاجة بتاعتنا فيها البركة كده، واكلنا بيبقى طعمه حلو، وشغلنا يبقى سليم. بعد كده بقى، بعد ما خلطت كل المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بجيب الصاج بتاعي او صينيه او اي حاجه هتحطي فيها، وبكون غسلاه طبعا ومنشفاه كويس قوي. بجيب في ارضيه الصاج كده بحط نقطتين من الزيت وبالفرشه، وبدهن الصاج بتاعي. بعد كده بجيب كيس من كيس التلاجة وبقسمه نصين، وبعد كده بحطه في ارضيه الصاج، بفرشه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، عشان لما احط العجينه بتاعتي واجي اطلعها تبقى سهله معايا، وفي نفس الوقت ما تغلبنيش كده وانا بطلعها من ارضيه الصاج. وبعد كده حطيت نقطتين برضو من الزيت كده على المشمع من فوق، علشان يمسك بعضه كده، وانا وانا بفرد العجينه بتاعتي ما تبقاش كده يعني ما يغلبنيش ويروح ويجي معايا كده في قلب الصاج اللي هو الكيس البلاستيك طبعا. بعد كده جبت العجينه بتاعت النجس، اللي هي البطاطس والفراخ والبهارات بتاعتي، كل المكونات اللي مزجناها كلها مع بعضها، وبالمعلقه بقى او بسباتيولا اللي هي المعلقه السيليكون دي، وبتفردي بقى في الصاج بتاعك كده، وتخليه كده يسوي كله زي بعضه.
لو حابة تعمليها عجينة ايه يعني تخينة كده او يعني تخينة او سمكها عالي، بتقللي تصغري الصاج شوية. حباها تبقى رقيقة زي ما انا عاملاها كده، هي بتاعتي كانت وسط، لا هياش تخينة قوي وفي نفس الوقت ما هياش رفيعة قوي. الخطوة دي وانت بتقطعها دي ممكن تحطها في الفريزر كده قيمة ربع ساعة لحد ما تتماسك شوية، وبعد كده بالسكينة بقى او بالايه او بالقطاعة بتاعة البيتزا دي، وبتنزلي بقى بتعمليها مستطيلات زي ما انت عايزة. هي القطع بتاعتي كانت كبيرة شوية. وبعد كده بتدخليها الفريزر بقى، وبتحطيها قيمة 4 ساعات كده لحد ما تتماسك، وبعد كده بتطلعيها زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، وبتدوري عليها على مكان التقطيعات تاني بالسكينة زي ما انت شايفة كده، عشان تسلكيها من بعضها، لانها طبعا دخلت الفريزر تماسكت كلها في بعضها. وطبعا لما بتيجي تفكيها بتطلعها وهي متماسكه متجمده كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. زي ما قلت لك كده تقدري تقطعي بقى التقطيعات بتاعتها رفيعه كبيره صغيره زي ما انت عايزه، كل ده بيرجع ليك انت وحريه الاراده بتاعتك. نيجي بقى نعمل الكفر بتاعها عشان نحمرها، وعايزه بقى تحطيها في الفريزر زي ما قلنا، ترجعها للفريزر كده تعمليها زي تفريز او تخزين، بتبقى حلوه برضه. اقول لك تعمليها كده ازاي. بجيب كوبايه من الدقيق، وبحط عليها معلقتين من النشا، ومعلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه صغيره كده من الثوم البودر والبصل البودر، وشويه من الملح. وبقلب كله في بعضه كده، وبعد كده بنجيب ميه بقى، وبتنزلي على على الدقيق والنشا بتاعتك كده، وبتفضلي تقلبي كده بالمعلقه بقى او بالمضرب لحد ما تطلعي معاكي كده عجينه زي عجينه الكريب، او عجينه زي عجينه القطايف، او العجينه اللي هي بتاعه القرنبيط اللي بنحط فيها القرنبيط علشان نحمره ونقليه. العجينه بتاعتنا مش عايزينها تطلع متماسكه، ولا عايزينها تطلع سايله قوي 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 زياده عن اللازم. انا مش هقول لك انا حطيت ميه قد ايه، بس حطي بقى لحد ما اقول زي ما قلت لك كده تطلع الكفر بتاعك او العجينه بتاعتك تطلع كده زي ما قلنا سايله، ما هيش سايله قوي وفي نفس الوقت مش متماسكه قوي. تفضلي تقلبي كده لما لحد ما هتلاقي معاكي كده النشا عامل تكتلات كده، او عامل قطع صغيره كده، لازم كل ده يكون دايب معاكي. ممكن طبعا تستغنى عن الخطوه دي، العجينه السايله دي، وتجيبي بقى نفس المكونات دي. ما كنتش حطيت الملح، حطيت رشه من الملح هنا. المكونات اللي هي الدقيق والنشا والبهارات والحاجات اللي زي دي تسيبيها زي ما هي كده ناشفه جافه، وفي نفس الوقت تجيبي بوله كده من الميه سايله جنب منك، وهنجيب اللي هو المكون التالت اللي هو الكورن فليكس، اللي هو بيعمل بقى الكفر الخارجي اللي هي القرمشه بتاعه الناجتس بتاع الفراخ بتاعتنا. وبنجيب بقى قطع الفراخ بتاعتنا او قطعه الناجتس بتاعتنا، وبنحطها في العجينه السايله بتاعتنا، وبننزل على على الكورن فليكس ده، بتجيبيه من عند العطار، وبتفرميه في الكبه كده او بتنعميه في الكبه زي ما انت ما عندكيش بقى الكورن فليكس ده، بتجيب اللي هو ممكن تجيبي الدوريتس، بس الدوريتس ده هيديكي نتيجه حمر قوي. فده الكورن فليكس ده بيبقى يعني فاتح شويه، عشان لما تيجي تحمريها ما تغمقش كده وما تاخدش، لانها هتقعد معاكي في الزيت وقت لحد ما تستوى وتحمر معاكي. فالكورن فليكس ده بيديكي نتيجه ذهبيه وشكله حلو، علشان ما يبقاش لونها غامق كده ومحمر قوي. بتحطي بقى في العجينه اللي هي السائله بتاعتنا دي، وبتطلعي بعد كده بتحطي في الكورن فليكس، وتحطي بقى من فوق لتحت كده وتضغطي عشان يعمل معاكي كفر كويس. وعلى صينيه بقى او على اطباق من اللي هي الاطباق الفل. وفي الخطوه دي بقى تقدري تحطي بقى في الاطباق اللي هي الفل زي ما قلت لك، ترجعيها تاني للفريزر، تحطيها بقى تعملها زي تفريز كده، تطلعها منها بقى الصبح كده لولادك، تسخني الزيت تحمريها كده وهي متجمله برضو، تعملها لهم بقى سندوتشات، تعملها لهم بقى جنب جنب شويه مكرونه وهم راجعين كده من الغدا من المدرسه، حاجه زي غدا سريع او غدا خفيف، تعمليها في العشاء، بتبقى زي ما انت شايف بالشكل ده كده. بتحطيها بقى في اطباق وتفرزيها بالكميه بقى اللي انت عايزاها. انا هحمر شويه وهعين شويه في الفريزر. بعد ما عملتها كلها كده، عملت كل الكميه اللي عندي، غلفتها كده بالكفر بتاعي اللي هو الدقيق مع الكورن فليكس. وبعد كده بنجيب طاسه كده وبنحط فيها شويه من الزيت. طبعا لما بنحطها في الزيت ما بيكونش الزيت بتاعنا سخن قوي قوي مقدوح، لا بيكون يعني سخن، ما بيبقاش زي ما انت شايف كده لما نزلت في الزيت ما عملش طشطشه وما عملش فوران كده، علشان الزيت بتاعي ما هوش سخن قوي. وبتحطيها بقى وانت بتحطي بتسويها كده، بططيها من فوق لتحت كده عشان العجينه بتاعتي ما كانتش متماسكه قوي. وبتحطي بقى واحده جنب واحده، ويفضل تكون الطاسه بتاعتك تكون واسعه من الارضيه، مش زي بتاعتي كده، لان هي دي اللي كانت عندي. وتحطي الطاسه بتاعتك لما تكون واسعه من تحت كده، بتاخد منك كميه كبيره، يعني بتاخدي بتنجزي كده في في الوقت، علشان ما تضيعيش وقت كده في الغاز وفي الآلية وكده.
وبتحطيها كده كلها جنب بعضها كده. طبعا النار بتاعتنا بتكون بعد في الزيت وهو نازل كده ما بيكونش سخن قوي. لما بتحط الحاجه بتاعتك بقى بتلاقيها يعني ايه الزيت بتاعك برد شويه، بتستنى عليها دقيقه كده، وبعد كده بتخلي النار بتاعتك وسط وتسيبها مع نفسها كده لحد ما ايه، ما زي ما انت شايفه كده تلاقي بقت متماسكه بقى. بتقلبيها وبتطلعيها بقى بعد كده على ورق ايه، على ورق مناديل. تقدري تعمليها بقى وتفرزيها لولادك كده في ايام المدارس، حلو قوي. من غير مدارس برضو إيه، في ايام الشتاء دي بيجوا بالليل كده عايزين ايه، عايزين حاجه سريعه عايزين ياكلوها، تعملها لهم سندوتشات، تعملها لهم بقى حاجه زي اكله اقتصاديه كده وسريعه، وفي نفس الوقت ايه مش مكلفه كتير. تحط شويه بطاطس مع صدر فرخه وتعملي كل الحاجات اللي انت عملتها. طبعا هتروحي تشتري الناجتس الكيلو منه معدل 100 جنيه، غالي جدا. ويعني كله عجينه كده عباره عن دقيق، ما فيهوش فراخ برضو، ما فيهوش حاجه من دي. اما بقى بالايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بتحطها في الزيت وبعد كده بتقلبيها وتطلعيها طبعا على ورق مناديل، وبتبقى ايه جاهزه معاكي وبتبقى حلوه جدا. تقدري بقى تعمليها زي وجبه غدا كده مع شويه مكرونه او مع شويه رز وخضار، بتبقى حلوه جدا برضه. طبعا انا كنت سهيت عليها هنا كده ايه، كانت احمرت مني شويه طبعا. يعني تبقي واقفه جنب حاجتك كده ما تنسيش عليها. لما تلاقيها خدت اللون الذهبي كده من فوق ومن تحت زي ما انت شايفه الواحده دي كده، بتطلعيها كده زي ما قلنا على ورق مناديل ايه، وتبقى حلوه قوي. وجبه كده ايه اقتصاديه وفي نفس الوقت مش مكلفه منك كتير. بعمل بقى جزء تاني كده من الايه، من الكميه اللي موجوده عندي، بحطها برضو في الزيت، وبعد كده بقى بهدي النار عليها لحد ما ايه تاخد معايا اللون والدرجه اللي انتوا شايفينها دي. مش عايزه تعملي الكميه كلها وعايزه تشيلي شويه كده في الفريزر، بتشيليهم بنفس الايه النتيجه دي كده في ورقه فل، وفي طبق فل قصدي، بتدخليهم الفريزر. وطبعا لما بتيجي تطلعيهم من الفريزر وهم متجمدين بتحط الزيت على النار وتسيبيه لما لحد ما يبقى هادي بس كده، مش سخن قوي، وتحطيها برده وهي متجمده، يعني ايه مش سايبه قوي مش متجمده قوي، وبتسيبيها كده على نار متوسطه، وبعد كده بتقلبيها وتطلع معاكي بالشكل الجميل ده كده. تعمليها بقى في سندوتشات، تعمليها مع شويه مكرونه، بتبقى وجبه سريعه، حاجه كده مش مكلفه، وبتطلع معاكي بالشكل الجميل ده كده. اعمليها بالطريقه دي هتعجبهم. وايه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.